السلام عليكم اخواني اخواتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم طريقه ديال الكيك طبقات، يعني تحضروا هكا الوجبات، يعني الوجبه ديال الكوتي كيجي هكا معلك وتيجي لذيذ بزاف. يعني هذا الكيك هذا خليط واحد وايضا واحد الكريمه كتجي رائعه، وكتجي هكا شاربه. هذا الكيك كيجي شارب ديك الكريمه، كيجي لذيذ بزاف، وفي نفس الوقت راه اقتصادي ولذيذ وسهل يعني في التحضير. يعني كيوجد دغيا دغيا، يعني ما كيشدش لينا الوقت بزاف. واهم حاجه انه بلا طراب بلا خلاط، يعني كلشي كنخلطو غير بيدينا. ناخدو كاس، تقريبا كاس ونص، كاس ونص يعني 250 غرام، يعني على حسب. كاين الكاس اللي كيهز كتر. المهم نتوما عبروا بالميزان، يعني 250 غرام ديال الدقيق الفرص الناعم، يعني الفرص مزيان. غادي ندير 3 ديال المعالق ديال البودره الكاكاو، ولا 3 ساشيات هادو ديال 7 غرام ديال الكاكاو، يكون من النوعيه الجيده باش نتحصلوا على الكيك يجي هكا المذاق ديال الشوكولا زوينه بزاف. ضروري اننا نغربلو الدقيق، يعني المواد الجافه كنغربلوها، لانها يعني الدقيق والكاكاو راه تيكونوا فيهم واحد الحبيبات هكا، كندوبوهم في يعني في هذاك الغريبيل الصغير ولا الصفايه. وايضا غادي ندير 2 ديال الخمارات من وزن 8 غرام، وغادي ندير 2 ديال الفاني. هذا السكر المنسم بالفاني. غادي ندير 2 ديال الساشيات، وغندير كاس، يعني كاس ديال العنبه، يعني الكاس يعني كيوزن 150 مليلتر ديال السكر. وايضا غنضيف واحد القريصه ديال الملح ضروري، كنديروا شويه ديال الملحه في اي حلويات بغينا نديرو باش كيعدل لينا الذوق. وغادي ندير 4 ديال الحبات ديال البيض متوسطين، انا مخرجاهم من قبل من الثلاجه، يعني ضروري لان دابا الوقت بارد، من الاحسن اننا نخرجوا البيض. الا كان عندنا الجو بارد كنديروه في واحد شويه ديال الماء يكون دافي، غير باش ياخذوا لينا ديك الدرجه ديال الحراره ديال المطبخ، باش هاد الكيك هذا كينجح معنا. وايضا غادي ندير يعني القشره ديال البرتقاله كامله، حكيت غير ديك لو زيست اللي كيكون الفوق. وايضا درت واحد الكاس مع مرش، يعني نفس الكاس اللي كعبرت به نعبر به كل شيء، كاس مع مرش ديال الزيت. وايضا غادي وعندي كاس ديال الماء يكون مغلي، كنخلط البيض هو الاول مع هاد المواد الجافه، باش ملي كندير ملي كنضيف الماء ما كيطيبش ليا البيض. غنمزجو بهاد الطريقه هذه، وغادي نبدا نضيف غير بشويه بشويه. هاد الماء راه غليان باش كيعطيني ديك الخفه. و يعني انا هذه الطريقه اللي كندير الكيك ديال الشوكولا، صراحه ما كندير فيه لا حليب لا حتى شي حاجه، كندير غير كاس ديال الماء مغلي، كيخلي الكيك كيجي خفيف بزاف وكيجي رطب، كيجي مهوي بحال الجينواز. كنضيف داك الماء بشويه بالتدريج، وانا كنخلط بسرعه، يعني ما نحبسوش يعني من الخلط، يعني حتى كندمجوا الكميه الاولى وكنكملوا الكميه يعني اللي تبقات ليا ديال الماء. هاد الخليط ديال الكيك كيجي خفيف شويه، يعني ما كيجيش ثقيل، يعني تقريبا كيجي بحال الخليط ديال الكريب. شوفوا القوام ديالو. غادي ندير سباتولا باش يبان لكم الخليط كيفاش كيكون، باش يبان لكم القوام ديال الخليط، يعني بحال الخليط ديال الكريب. شوفوا يعني شبه سائل، ما تيكونش عاوتاني ثقيل، باش كتجينا هاد الجينواز كتجينا، يعني هاد الكيك كيجينا خفيف. غادي نجيب مول من يعني 26 في الديامتر ديالو، وغادي نقسم هذا الخليط ديال الكيك على 2. الا نتوما الا بغيتو ديروا يعني تقسموا عينكم ميزانكم، راكم كديروا النصف ديال الخليط في المول، ولا يعني نفس الطريقه، نفس يعني الا كنتو عارفين كيفاش غادي تقسموا الخليط باش يجيكم مقاد، صافي ديروا غير نيشان نسكبوه عفوا في المول. غادي ندير نصف ديال الخليط ديال الكيك في المول، غادي ندخلو للفران، غادي نشعل عليه من التحت، فقط من التحت حتى كيطيب، تقريبا واحد 15 دقيقه.
وغادي نخليه على جنب. غندوزو نوجدو الكريمه. عندي نصف لتر ديال الحليب، غادي نوضع عليها بودره الكريم باتيسير 3 ديال المعالق كبار، و3 المعالق ديال السكر سنيده ولا السكر حبيبات. ومن بعد غادي نخلط هذيك البودره ديال الكريم باتيسير لانها كتلصق لتحت بسرعه. عاد من بعد غادي ندير الكاكاو، يعني ندير 2 ديال الساشيات ديال الكاكاو ولا 3. نتوما اللي كتبغيو المذاق ديال الشكلاطي تيكون قوي ديروا 3، بغيتو تكون خفيفه كديروا غير 2. صافي كندير داك الفاني، سكر منسم بالفاني. نخلط هاد المكونات مزيان ونضعهم على النار مهيله حتى كتقال الكريمه، كتجي على هذا الشكل هذا، يعني حتى كتقال. ضروري نبقى وحدها حتى كتولي على هذا الشكل هذا. كنخليوها تغلي غير واحد 3 دقائق وكنزولوها. في الاخير كاع كنزولوها من النار. كنديروا واحد العلبه ديال دانيت شوكولا، ولا كنديروا 4 ديال القطع ديال الشوكولا عادي. ممكن انكم ديروا دانيت شوكولا ولا ديروا قطع ديال الشوكولاط اللي بغيتو. وكنخلط حتى كينسجم داك دانيت شوكولا مع الكريمه. الكريمه كتجي هكا ملسه وكتجي لامعه. شوفوا يعني كتجي لامعه، يعني لذيذه بزاف هاد الكريمه هذه. صافي مباشره كنكب تقريبا اكثر من النصف، وكنخلي واحد شويه باش نزين به يعني الحلوه من الفوق بهذا الشكل هذا. ومباشره تنكب الخليط ديال الكيك، يعني فوق من هاد الكريمه كنكب الخليط ديال الكيك. انا تقطع ليا هاد المقطع يعني ما عرفتش مشى ليا. المهم كبيت الخليط وخليت ديك الكريمه على جنب اللي تبقات ليا، ودخلت المول كامل، يعني دخلته الفران من الفوق حتى تحمر. وغادي نخليه يبرد في الثلاجه تقريبا واحد 2 ساعات. عاد من بعد نحلو عليها المول. يعني ضروري انكم ما تحلوش يعني المول ديالكم، ولا ما تنزلوهاش من المول، خليوها كما هي وخليوها حتى تبرد مزيان. عاد دخلوها للثلاجه تخليوها 2 ساعات حتى كتبرد الكريمه، لان الا ما بردتش الكريمه اللي الوسط غادي تحلوا المول وغادي تذوب، غادي تسيح الكريمه، ما غاديش تجيكم مزيانه. صافي ملي كيبرد الكيك وكتبرد الكريمه اللي الوسط كنحلو عليها، ومباشره كندوزو كنجيو لهذيك الكريمه اللي كنا احتفظنا بها. تنزيدوا لها واحد شويه ديال الحليب الا جاتنا قاصحه، ومباشره وهي سخونه كنكبها فوق من الكيك، يعني الطبقه اللي الفوق. ومن بعد كنزين هكايا بدانيت كراميل درتو هكا في بلاستيك، يعني خطوط هكايا، يعني تزيين ممكن ديروا اللي بغيتو. وغادي ندير هكا خطوط بحال الشكل ديال الملفي بهذا الشكل هذا كما شفتوا. يعني الطريقه راها سهله ماشي شي حاجه صعيبه، يعني تزين نتوما كتزينوا باللي بغيتو. انا ديما كنقول لكم كنعطيكم فكره وانتم كتزينوا باللي بغيتو. صافي وكندير كاكاو هكا في الجنب بهذا الشكل هذا. صافي كنزين هكا بالفواكه اللي كانوا عندكم. ممكن انكم تخليوها غير هكا عاديه، ممكن انكم تزينوها بالفواكه. انا فضلت انني ندير فيها لان الكيك درت فيه القشره ديال البرتقال، قلت غنزين هكا بالبرتقال بهذا الشكل هذا. يعني قطعت هكا برتقاله على نصف دائره، قطعتها شرائح. وغادي ندير شويه ديال التوت. دابا الوقيته ديال التوت هذه نزين هكا بحبات ديال التوت باش نهرس داك اللون ديال الشوكولا وديال البرتقال. كندير واحد شويه ديال الفرامبواز حتى هويا من يعني غير كتزين وصافي، يعني ماشي شي حاجه، ولكن راه يعني هاد الزين راه كيعطي واحد المنظر زوين. الكيكه كتجي هكايا يعني كتبان زوينه بزاف. ملي كنزينوها كتبان يعني عاطيه العين. كندخلوها للثلاجه كتبرد واحد شويه حتى كتقبض شويه ديك الكريمه، وكنقدموها على هذا الشكل هذا. كتجي واحد التحليه يعني واحد الكيك طبقات، كتجي لذيذه بزاف. كتجي ديك الكريمه اللي الوسط يعني كتخلي الكيك ديال الشوكولاط مشرب بحال اللي مسقي، وكتعطيه واحد الطراوه زوينه بزاف بالمذاق ديال الشوكولا. هذه الناس اللي كيبغيو الشوكولاط يعني غادي يحماقوا عليها بزاف. شوفوا كيفاش كتجيني الكيكه والوسط هذيك الكريمه، يعني الطبقات كيجيو هكا مقادين. كتجي رائعه بزاف، متاكده الا جربتوها اكيد غادي تعجبكم بزاف بزاف.
يعني بغيت نبين لكم الطبقات كيفاش كيجيو. الكريمه كتجي هكا يعني ما بين دوك ما بين الكيكه كتجي هكا في الوسط، كتجي مهلكه، والكيك كيجي هكا مشرب. شوفوا الكيك كيجي مشرب ما كيجيش ناشف. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتشتركوا مع الاصدقاء والاحباب، والى وصفه قادمه ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.